الكافيه ده في التجمع الخامس، شارع التسعين الجنوبي. طبعا صاحب البوست عبد الرحمن بشاري. منع شاب من محافظة الأقصر من دخول أحد الكافيهات في التجمع الخامس بسبب أنه يلبس جلبية. حاولنا ندخل أحد الكافيهات في التجمع فتم منعي علشان أنا الوحيد اللي كنت لابس جلابية، فبالتالي طبعا أصدقائي احنا الأربعة رحنا قعدنا على كافيه تاني. الشاب يا جماعة اسمه عبد الرحمن بشاري، ونشر على صفحته الشخصية فيسبوك وقال: كنت معزوم في الكافيه وكلهم كانوا لابسين كاجوال ما عدا أنا. يعني هو كان معزوم مع أصحابه وكلهم كانوا لابسين كاجوال ما عدا هو، كان لابس جلابية صعيدي. وبيكمل كلامه ويقول: وجينا ندخل فالبهوات منعونا من الدخول بحجة إننا يعني لابس جلابية. بذمتك لو واحد عربي لابس جلابية كنت منعته؟ استحالة طبعا. وبيكمل كلامه ويقول: وبناشد كل واحد صعيدي عنده نخوة يقاطع أي مكان بيمنع الدخول بالجلابية الصعيدي. اولا غير تحيزي للصعايده رهيب. عشان انا ما بحبش حد يجي جنب الصعايده خالص خالص. خلاص، قلب مصر. أما بقى يا جماعة رد موظف إدارة الشكاوي في الكافيه، يعني إدارة الكافيه، قالوا إن إحنا ما كناش نقصد أي إساءة لأي حد، لكن اللي حصل إن المكان كان مكتمل العدد وما كانش فيه ترابيزة فاضية. وقالوا إحنا مش بنفرض قيود معينة على الملابس في الكافيه، لأن الكافيه يعتبر مكان عام واللبس حرية شخصية. وقالوا يعني فيه مجموعة من الصعيد تقدموا ببلاغ عاجل بخصوص تعرض المواطن عبد الرحمن بشاري من إهانة وتميز عنصري لسبب منعه من دخول مقهى في التجمع في القاهرة، لأنه هو كان بيرتدي الزي الصعيدي، الجلابية المعروفة يعني اللي زي أنا لابسها كده يعني. هو بيتكلم صح، هو بيتكلم صح، مع ان ممكن الحكايه دي تبقى عندنا. وبيقولوا ان الفعل ده يعد تنمر صريح وتميز وعنصري ضد ثقافة وهوية جزء أصيل من الشعب المصري، وكمان يمثل إهانة جماعية لا تقل خطورة عن الإهانة الفردية اللي تعرض لها عبد الرحمن بشخصه. وبيكملوا كلامهم ويقولوا إن رغم إن أصحاب المقهى قدموا اعتذار، لكن إحنا بنأكد إن الاعتذار ده لا يمثلنا، وإحنا مش هنقبل الاعتذار، لأن المساس بكرامة الصعيدي هو المساس بكرامة وطن بأكمله. والرد المقبول الوحيد هو فتح تحقيق رسمي من الجهات المعنية بمكافحة التميز والكراهية. طبعا يا جماعة عبد الرحمن يعتبر رجل أعمال، يعني واحد من رجال الأعمال والمقاولين اللي موجودين في الأقصر، وكان له مداخلة مع ريهام سعيد، ممكن تتفرج على الحلقة كاملة. فأتمنى أنكم أنتوا تكتبوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.